ما تسمح لحدا إنه يخليك تستثمر بأحلامه بطموحاته، تحط وقتك وتحط جهدك وهو يحطك على مقعد الاحتياط. أنت اللي بتحدد للشخص التاني شو قيمتك، مش هو اللي بيحدد لك شو قيمتك. عمر الفرة شاعر عراقي رائع كتب قصيدة عن هذا الموضوع، خلينا نسمع. قبل الكما، الكما الكما يعني الكما، قبل الكما ما فرقعت بصدري أنا عرفت العشق. قبل الكما ما فرقعت بصدري أنا عرفت العشق. راوغ دليلي، راوغ دليلي وما دره إنه على مفرق طرق. نوبة نوبة نرفرف بالهوى ونلعب سوا ويا القمر، ونوبة أخاف من الهوى ياخذ حبيبي للقمر، وابقى أصيح بكل درب يلشاف حبي والقمر. هو قمرنا هالسنة نفس القمر ديك السنة؟ والله ما ادري وما أظن، وإن كاد هو أفتكر بعد الهوى والولدنا ختير قمرنا هالسنة. هيدي القصيدة معناتها وقت ما هو هيدا الطبيب راح ليدرس بالخارج، وقتها درس وتعلم وأخذ الشهادة، وبتعرف إنه مجال الطب هو مجال طويل، يعني دراسة الطب. بغيابه هي ضلت تنطره، سمعت إنه هو خطب بنت غيرها، وللأسف هي رجعت خطبت رجال، هيدا الرجال بيكون بيو. قصيدة رائعة أبدع فيها عمر الفرة. بعدها يا شريك الروح ورد لي طارش وقال لي حبيبك طير من ايدك تجوز وحدة غربية. طفر عقلي، طفر عقلي وما عاد اصحى، غريبة بصحراء منسية، دليلي بلبل وصادي والف بارودة على المية. بعد هالعشرة، بعد هالعشرة تنساني، بعد هالعشرة تنساني يا خاين بالوفا حبابك. انا اشكي للي ختيرنا انا وهو على فراقك. اخر خبر، اخر خبر امس العصر خطاب جونا يخطبوا، وتمت خطبتي عزلمه غالي علينا مطلبه. تدري من هو خطيبي؟ اني قبل الليلة هذه كنت اقول لك يا حبيبي. تدري من هو خطيبي؟ حتى دمعي فوق خدي يحفر الحسرة دروبي. تدري من هو خطيبي؟ ارجو منك دز لي صورة للي قطعت لي نصيبي. تدري من هو خطيبي؟ عيب اقول لك يا ولدي ان ابوك الليلة هذه هو من بعدك خطيبي. هيدا الشخص وقت ما توصلوا لهيدي المرحلة ويوعى على حاله بيقدر يقلك بلكي شي من باب التخلي. هو من أجمل الأشياء اللي سمعتها. بتقول: كنت سأحارب بك الأهل والقبيلة، أما الآن فلو جئتني ببلدان العالم لا أريده.